من عند مول الشاميه جبت لكم الوصفه الاصليه ديال الشاميه اللي ما كاينش شي حد ما كلهاش في صغرو، خصوصا حدا الباب ديال المدرسه. فضروري تسجلوا عندكم الفيديو باش تجربوا الوصفه. انا بالنسبه للمكونات غنحتاج التيشه اللي كتكون رقيقه كنغسلوها مزيان مزيان، عاد كنرطبوها في الماء واحد ساعتين ديال المكانه عاد كنستعملوها. غادي نزيد لهنا 2 معالق كبار ديال القرفه، والسر هو هاد التوابل ديال راس الحانوت اللي كيعطيو اللذه الخاصه ديال الشاميه اللي كتباع على برا. كنعمل غير راس معلقه مع كاس ديال الزيت النباتيه وكنخلط كلشي مزيان مزيان حتى كتلبس لي ديك العناصر بجميع المكونات. غادي نزيد هنا 500 غرام ديال السكر، ممكن تنقصوا الكميه لكن القاعده كتقول دائما نصف الكميه ديال الشيشه كتكون سكر. غادي نخلط كلشي مزيان. غادي نزيد هنايا واحد الكاس ديال الحليب، كذلك كاس ديال المزهر يكون نوعيه جيده، اولا استعملوا المزهر اللي كيكون مقطر على اليد. ممكن كذلك تعملوا هاد الكميه اللي غادي نعطيكم كامله ما، يعني 4 الكيسان اللي خلطت انا بين مزهر وبين الحليب وبين الماء، ممكن تعملوها كامله ما وتعملوا العقده ديال المزهر. المقادير مضبوطه غنخليها لكم اسفل الفيديو. غادي ندخلوها طيب على نار مهيله حتى كطيب تماما، وندوز نحضروا السيرو اللي فيه 2 كيسان ديال السكر. غادي نزيد معاهم 4 ديال الكيسان ديال الماء. غادي نسمو هنايا السيرو ديالنا بالعويد ديال القرفه وكنعملوا الكل يغلى مزيان مزيان. طبعا ملي كيغلى هذا الخليط غادي نزيد له هنايا واحد الكاس ديال المزهر يكون نوعيه جيده، ونرجعوا فوق البوطه كذلك يغلى واحد 2 ديال الدقائق عاد نطفي عليه. هنا بالنسبه للشاميه ديالنا من بعد ما وجدات كتجي على هذا الشكل. باش كتعرفوها طابت راه كتدخلوا غير واحد الموس فيها كيخرج ناشف كتعرفوها راها واجده. صافي غادي نسقيها وهي سخونه مزيان مزيان بديك السيرو، كتخليوها حتى كتشرب ديك السيرو تماما، على الاقل واحد 5 ولا 6 ساعات حتى كتشرب جيدا داك السيرو. صافي وكتقدموها بالصحه والراحه، كتجي لذيذه ما تشبعوش منها تماما، نفس المذاق ديال الشاميه اللي كنا كناكلو حتى الباب ديال المدرسه في الصغر. فنتمنى من كل قلبي انكم تجربوها، اكيد غتعجبكم. ما تنساوليش لايك بصحتكم.